المختلفة. وادق دقيق. يعني هديك مثال، اول ما بداوا المشروع الجينوم البشري افتكروا ان الانسان عنده 100,000 جين، لان الانسان عنده 100,000 بروتين في جسمه، فقالوا ان كل جين مسؤول عن بروتين. لكن تخيل حضرتك ان بعد الدراسات والدراسات الاحصائيه والدراسات المعمليه ثبت دلوقتي، وصلوا لحد دلوقتي ان عندنا 22,000 جين، وفي طريقنا ان احنا نكتشف جينات ونكتشف وظائفها المتعدده. فكل ده اسرع العمليه العلاجيه، لانه احنا لما بقول لحضرتك احنا كنا نظنهم ان هم بلهاء انه بيصرفوا اموالهم في هذه الخرائط الجينيه، لكن هم ما كانوش بيصرفوها بهباء، ده كانوا بيصرفوها في منتهى الذكاء. ان هم بدأوا يرسموا الخرائط الجينية ويحددوا الامراض ويحددوا الطفرات، ومن هنا يبدأ بقى يدرس علم جديد سمي فارماكوجينومكس، او علم الصيدلة الجينية. لا، وهنا حضرتك كمان يمكن لفت نظري لنقطة مهمة جدا. هنا هم كانوا فاكرين اللي كان فيه 100,000 جين، دلوقتي تقلصوا ل 22,000 جين. معنى كده ان كل جين ليه وظيفة أو ليه أكثر من وظيفة داخل جسم الإنسان، فهو هيبتدي يلعب على الجزء ده، هيشتغل على 22,000 جين فقط لا غير، مش 100,000 جين. ده في حد ذاته هيوفر اطنان من الادويه اللي كان هتصرف عليها اموال بالمليارات. لان حضرتك لما تيجي تعمل 100,000 دواء غير لما تعمل 22,000 دواء، صح؟ بالظبط. وبالتالي المجهود اللي بيبذل لا مش بيروح سدى، لا ده هم بيوجهوه صح ناحية إنتاج أدوية متخصصة. ومنها نشأ بقى الصيدلانية الجينية، والمقصود بيها هي قياس استجابة الإنسان للدواء. طبعا بتختلف من شخص لشخص نتيجة الاختلاف ايه الدي ان ايه بتاعه او الحامض النووي بتاعه. فهنكتشف مثلا على سبيل المثال ان في بعض الدول عندها جينات تختلف في التتابع الجيني بتاعها عن عرقيات تانية، وإلا كنا تماثلنا كلنا. وطبعا ده في حد ذاته كانت قفزة كبيرة جدا في علم التصنيع الدوائي. ليه؟ لأن في أمريكا مثلا على سبيل المثال، وتعتبر الدولة المتقدمة في العالم في هذا المجال، في حوالي سنويا كان بيموت 100,000 مريض في أمريكا من حاجة اسمها الادفيرس دراج ريسبونس، اللي هي بيسموها النتائج العكسية للدواء، اللي هي الحاجات اللي هي سلبيات الدواء، سلبيات يعني اللي احنا الدواء. بنقول كده الدواء دوت ممكن يكون ليه جوانب سلبية، فخد بالك لو انت عندك أمراض واحد اتنين تلاتة تبعد عنه تماما. ابعد عن هذا. تخيل حضرتك الرقم ده هو مجمل اكتر من عدد حوادث الاوتوموبيل او السيارات ومرضى الايدز في امريكا. بسبب ايه؟ بسبب ان في ناس كانت ممكن تموت من تناول دواء الحموضه. تخيل حضرتك مدى البساطه بتاع دواء الحموضه او مضادات حيويه، واحنا الحمد لله في مصر يعني عندنا انا هقول لحضرتك على حاجه، البراعه. يمكن احنا بنشوف الكلام ده كله وبنلمس الكلام ده كله. لو حد عنده برد يروح قايل له خد علاج كذا، ونفس العلاج دوت هياخده صديقك. ولو جالك انفلونزا اعمل كذا، ولو جالك دور سخونيه خد العلاج كذا. يعني هو احنا يعني بنقعد احنا نوصف لبعض واحنا بنوصف مش بقى حاسين باي حاجه. وده. ممكن يكون في اعراض، في نوع من الحساسيه معين احنا بعيد عنه تماما، نلاقي نفسنا داخلين في وفي دوامات حاجة اخرى. تانية خطيرة، ان بيحصل ان الفارماكوجينومكس دوت او الصيدلية الجينية هي بتقيس اختلاف المرضى، صح؟ فممكن واحد يكون عنده سريع الامتصاص للأدوية ديت، فبالتالي ما بيستقرش في جسمه، فبالتالي بيخرجها على طول بمنتهى السهولة، اللي هي بيسموها عملية الميتابوليزم والاكسكريشن، او اللي هي بيسموها عمليه الاستقلاب. الحرق والاستخراج. استقلاب الدواء، يعني مجملها كلمة استقلاب الدواء. هذا الأمر بيجعل لو الدكتور بقى بيدرس فارماكوجينومكس هيقول لا ده انا الدواء اللي بديهوله ما بيفيدهوش، ما يعني ده سريع جدا، فممكن ازود له الجرعة شوية عشان تبقى افكتيف. في ناس تانية عندها بطء شديد نتيجة لاختلاف الجينوم بتاعها، فده واحد بياخد الحاجة بيفضل الدواء في جسمه بيتراكم. وتراكم الأدوية احنا بناخد المضادات الحيوية وبناخد الاسبرين عاطل على باطل وبناخد الحاجات التانية من الأدوية الخطيرة ومش حاسين بتأثيرها، يقول لك انا زي الفل. لا، انت بيحصل تراكم، وهذا التراكم يؤدي الى اللي قلنا عليها ادفيرس دراج ريسبونس او الاثر السيء للدواء، ومنه يؤدي الى تراكم ويؤدي الى السرطانات. هقول لحضرتك على حاجه، احنا بنلاحظ دايما التراكمات الدوائيه بتكون متعلقه قوي وممكن تكون مؤثره بشكل كبير على الكبد، الكلى، المعده، الامعاء. يعني دي من يعني الحاجات حضرتك المصطحبه اصبت لمجموعه من جدا، الامراض الخاصه بالتراكمات الدوائيه. يعني حضرتك أصبت جدا جدا هذه النقطة، لأن المرضى في مصر احنا على فكرة الدولة رقم واحد في العالم في الإصابة بفيروس سي.
ده نتيجة خلل، ده نتيجة الأدوية اللي بناخدها بدون رادع وبدون استشارة الطبيب. ده بيأثر على كفاءة الكبد، وبالتالي تؤثر على لذا عندنا بسهولة جدا فيروس السي منتشر، وده خطورته. يعني إذا لو عندنا مرجعية، والمرجعية اللي هي فهم مفهوم الدواء الجيني، أكيد الدكتور هيتابع استجابة المريض، وبالتالي هنا نصل إلى مفهوم personalized medicine، أي أن الدواء يفصل على المريض كما يفصل الترزي مثلا أو الخياط ملابس كل على حدة. ده جزء حضرتك بتقولي كده هنفصل الدواء. يعني احنا كان في اوقات بنشوف دواء تركيب، يعني المفروض الصيدلي بيبتدي يعمل دواء تركيب خاص بالمريض ده هيخلينا نرجع للجزئيه دي، يعني اللي انا هعمل دواء تركيب خاص بالجينات الوراثيه بتاعتك انت والمفهوم الجيني لدى الشخص ده، بس الموضوع هنا هيبقى مكلف قوي. هو طبعا لو انت بصيت لحياة الإنسان هتكتشف أنه لا شيء غالي قصاد أن نصون حياة بالظبط. الإنسان. ولابد لينا في مصر ان احنا نفكر ونوجه ابحاثنا بالكامل ناحية تخفيض التكلفة. يعني انا هديك مثال صغير. قبل علم اسمه المعلوماتية الحيوية، في علم اسمه المعلوماتية الحيوية، عبارة عن ايه؟ انه بيجمع قواعد البيانات المملوءة بالجينات والبروتينات ويصنفها ويعمل لها حاجة اسمها اركايف او ارشفة، يعني او بنحط من نوع بيسموه بالعربي بنعمل زي ايه، تخزين، بس تخزين سليم، يعني عشان انا احب استرجع المعلومة بسهولة. العلم ده لما طبقوه كان كل واحد يقول لك ايه الكلام الفارغ اللي بتعملوه ده، انتوا بتعملوا قواعد بيانات وما اي حد يقدر يعمل اي حاجه. مع المعلومات الرهيبه اللي بتطلع يوميا من مشروع الجينوم البشري ومع النتائج والابحاث المستمره، بقى من الصعب جدا الانسان يقدر يستخدمها، لان لازم يحتاج نظام كمبيوتر قوي جدا. تخيل بقى لما تم تطبيق نظام المعلومات الحيويه على تصنيع الدواء. هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. الجينات الوراثيه الخاصه ببصمه كل واحد فينا على مستوى العالم كله، كل واحد ليه بصمه خاصه. هل وهم بيدرسوا الجينوم البشري كانوا بيدرسوا الجينوم الحيواني والنباتي، وخاصة الحيوانات والنباتات بنستخرج منهم بعض الأدوية؟ حضرتك هترد لي على السؤال دوت، بس هناخد فاصل ونرجع لحضرتك مرة تانية. فاصل مشاهدينا ونرجع نجاوب على سؤالنا. في مختلف العلوم الخاصة بإنتاج دواء للإنسان، وطبعا احنا بنقول وبنترقب دلوقتي إن هيكون العلاج مناسب للجينات الوراثية. أكيد طبعا في ترقب للجينات عند الحيوان والنبات، وخاصة اللي احنا بنستخرج منها بعض الأدوية والمستخلصات اللي بتستخدم في العلاج، وده طبعا بيندرج كمان من ضمن التكلفة ضمن الأبحاث وضمن إنتاج العلاج نفسه. كلام حضرتك صح. هو طبعا الاستخدامات دي كلها بتهدف الى ان الجهاز نتحايل على الجهاز المناعي، لان لما بتدخل اي مركب مثلا، يعني مثلا الانسولين مثلا، كانوا بناخده الانسولين مثلا كنا بناخده من بنكرياس الخنازير في البدايه، فكان بيسبب الام رهيبه للمرضى السكر مثلا لما بياخدوا هذا الحقنه من البنكرياس، نتيجه الالام الرهيبه اللي بتحدث. نتيجه ايه؟ نتيجه ان ده شكله بيبقى جسم غريب بالنسبة للإنسان. فده طبعا أدى إلى إن هم يدرسوا إيه السبب اختلافات الجينوم ما بين الخنزير وما بين الإنسان إيه، ويبدأوا يشوفوا المناطق اللي هي فيها اختلافات ويبتعدوا عنها في تصميم الدواء، والمناطق المشابهة ويحاولوا يقربوها بحيث إن الجهاز المناعي يتقبلها. لكن نعود إلى النقطة الخطيرة اللي هي بتاعت التكلفة، لأن هي دي برضو حجة الدولة في عدم الدخول في لا، هقول الصيدلانية لحضرتك على الجينية. حاجة. في مشكلة، مش التكلفة للصيدلية الجينية فقط لا غير. من ضمن انتشار أي دواء أيا كان الدواء كان جيني أو غير جيني، تكلفته بناء على الابحاث اللي تمت عليه، وخاصه اللي احنا يمكن كانت الدوله بتواجه الفتره اللي فاتت بالنسبه لفيروس سي. اه عشان خاطر نقدر نجيب الدواء بشكل معين، كانت ابحاث مهوله عشان خاطر نقدر نتغاضى عن فيروس سي. ما هو حضرتك الابحاث دلوقتي فيها سرعات رهيبة، وخصوصا باستخدام الماسح الجيني المصفوفة الجينية.
المسح الجيني دوت هو عبارة عن رقائق او شرائح تقريبا طولها سنتي في سنتي، لكنها عندها حاجة اسمها الهوت سبوت. سبوت ديت حوالي 1,026,000. ده يمكن اللي انا شفته في المانيا في القديم، يعني دلوقتي ممكن تكون اتطورت اكتر من كده. دي تقدر تطلع لك داتا رهيبة جدا ومعلومات تفيدك انك عدم اجراء تجارب عملية كثيرة بدون داعي. يعني احنا كنا زمان بنعتمد على التراي اند ايرور، وكان بالنسبه لنا دخول المعمل تراي اند ايرور، يعني خطا والصواب. لا، النهارده باستخدام المعلوماتيه الحيويه، باستخدام الفارماكوجينومكس، اصبح لينا فرصه نعرف ايه هي المناطق اللي بتسبب الخطا وتسبب الفشل في الدواء. فلما طبقوا المعلوماتيه الحيويه ديت اللي هي استخدامات الكمبيوتر، وحولوا سطح الكمبيوتر الى مكان يجرى عليه تجارب من خلال معلومات مؤكده من التتابعات الجينيه ومن الماسح الجيني لأعراق كثيرة بأعداد تصل بالملايين، اكتشفوا أخطاء معينة في تصميم الدواء فبدأوا يصلحوها. فده خلى الإنتاج الدواء العادي اللي هو كان بيسموه جينيريك، اللي هو ينفع لكل الناس، لكن يكون جيناتكس بقى، ده هنا هيقل تكلفته من 1,2,10,000,000 دولار إلى 200 مليون دولار، يعني تقريبا 6 مرات قللنا ثمنه. وده عشان خاطر هيكون بيديني نتيجة أكتر وأسرع وبيكون مناسب، ما بياخدش ومناسب معايا وقت. وفعال، ويقلل لنا الكلينيكال ترايلز اللي هي التجارب السريريه، اللي هي بتاخد حوالي 15 سنه في التجارب، لان حضرتك بتبدا بمجموعه بيسموها فيز 1. الفيز 1 ده مثلا بيبدا ب 100 متطوعين، بعدين فيز 2 حوالي 2000 مثلا، وبعدين بتوصلها 30,000 في فيز 3. كل ده سنين طويله، واذا الدواء انتج وثبت بعد كده ان في عارض لم يذكر اثناء الدراسات السريريه، التجارب السريريه الاكلينيكيه، بيتسحب من السوق. زي دواء كان اسمه سبريكلز، دوت كان خطير وكان له اعراض كتيره لم تدرج في التجارب الكلينيكال ترايلز او التجارب السريريه. فباستخدام التكنولوجيا ديت قللنا الخطا، قللنا الوقت، قللنا كمان المرضى اللي هنجرب عليهم، وطبعا دي بتبقى حياتهم معرضه لانه بيبقى فالنتير متطوع، لكن في نفس الوقت احنا ادينا لهم جرعه من الدقه في تصميم الدواء لدرجه ان هيجي يوم، بس هو مش في الحالي يعني، هنحلم مع بعض يعني، وطبعا الحلم ده ممكن يتحقق، ان الانسان منا بعد كده مش هيقدر يروح مثلا لدكتور يكتب له مثلا دواء عادي، لا ده هياخد منه نقطه دم من ايده، وفي خلال ساعة أو ساعتين يكون الدواء مصنع بالأحماض الأمينية والوراثة البشرية، ويتحقن في جسمه بدون أدنى مشكلة. يبقى ده خاص مثلا بالأستاذ هشام حمدي، على حسب الفصيلة، على حسب بتاعته، وعلى الأحماض حسب الموجودة المرض. داخل هنا بقى مش كرة هيتحكم الدم فينا بتاعته. المرض، اللي هيتحكم فينا ايه؟ الاختلاف الجيني، الجينوم البشري هو اللي هيحدد طريقة العلاج، وهو اللي هيحدد الجرعة ايه، عشان ما يبقاش فيها لا نقص ولا تراكم. مشكلة الأدوية حضرتك عارفها تماما من فترة بعيدة، وده اللي بيختلف دواء عن الآخر، هي المادة الفعالة الموجودة داخل الدواء. هنا هيكون في صيدلية جينية في تحكم في المادة الفعالة المناسبة للأحماض الأمينية اللي داخل جسم الإنسان. ده احنا هنتحكم فيها لدرجة ان انت هتبقى عارف الجرعة بالظبط ايه. يعني المادة الفعالة مثلا مش هتبقى مجرد بنقيسها بالجرام، ولا هنقيسها بالكمية الفعالة بتاعتها ايه، ولا بالكاينetics، ولا هنقيسها بطريقة ايه؟ هنقيسها عن طريق حاجة اسمها جين اكسبريشن، اللي هو التعبير الجيني. التعبير الجيني يعني ايه؟ يعني الجين بيعبر عن نفسه، هيعبر عن نفسه بايه؟ بالبروتين. فالبروتين ده انا هشوفه هل هو صالح للعمل ولا لا، هل هو بتارجت يعني بيروح لهدفه بالظبط. يعني مش هيروح مثلا ايه زي مثلا في بعض الادويه تبص تلاقيها مثلا، ودي مشكله حتى في ادويه النانو دلوقتي، ادويه النانو تكنولوجي اللي بيعملوها، انها بتخش في كذا مكان وتترسب في كذا مكان. فلما تيجي تقول لهم طب هي المفروض انها تبقى تارجت اون سبوت اون سايت على الهدف بالظبط، يقول لك هي مفيش كنترول لسه فيها، لكن الدواء الجيني هتبقى رايح بالظبط على المكان. محتاج عشان اخد دواء جيني لازم يكون عندي رسم لخريطة الدي ان ايه والعوامل الوراثية، وخاصة اللي حضرتك بتتكلم عن مجموعة طفرات ممكن تحدث في وقت من الأوقات بناء على البيئة والمناخ والطفرات الوراثية. وكمان اللي ما ننساش برضو نقطة، ان الطفرات دي بتحدث نتيجة ايه؟ انتقالها من الاباء والامهات. يعني اذا العنصر الوراثي مهم جدا، بس ما بتنشطش غير في وقت ما، الا لما تقابل من البيئة ما يجعلها تنشط. حضرتك
احنا هنتحكم تماما في جسم الانسان. وفي نقطه احب اوضحها يعني، ودليل على الاعجاز العلمي للإسلام والرسول الكريم صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم. والسلام. لما في حديث عن الرسول بيقول: ما أنزل الله من داء إلا وله دواء. صدقت يا رسول الله. لما حصل الحديث ده كان دايما مطعن لكل من يريد إساءة للإسلام. يقول لك: طب ما عندكم الإيدز أهو ما بيتعالجش. وخاصة الأمراض المعاصرة زي الإيدز، السرطان، الإيبولا، يعني في لغاية الإيدز، دلوقتي الحاجات دي السرطان كلها. في محير بالنسبة للأبحاث العالمية كلها، ولغاية دلوقتي مش عارفين إيه الأسباب اللي طب مش المرتبطة بيه. يبقى انتوا كلامك كده مش مظبوط؟ حاشا لله طبعا رسولنا يقول كلام مش مظبوط. لكن اللي حصل بقى حضرتك ان هم اللي قالوا مش احنا اللي قلنا، من خلال الخريطه الجينيه ومن خلال الوراثه البشريه وعلمها المتقدم واستخدام التكنولوجيا الحديثه، اصبح الان الدواء من جسم الانسان. يعني انا دلوقتي اقدر لو مصاب عندي بامراض الايدز، وعلى فكره في ادويه للايدز تم طرحها، لكنها تحتاج الى وقت للتجارب السريريه الاكلينيكيه، لكن ثبت علاج مرض الايدز. يعني اذا الدواء موجود للداء الذي عجز عنه العالم. مرض من الأمراض المعاصرة هو موجود من القديم، بس هو يمكن معاصر وواضح جدا: السرطان. السرطان. والسرطان عنده مشكلة كبيرة جدا في ازدياد الخلايا والأنسجة بشكل متضخم وبشكل مبالغ فيه وغير طبيعي. الجينوم البشري ليه علاقة أكيد بازدياد الخلايا والأنسجة. هنا هيكون في جزء اللي أنا هتحرك من خلال الجينوم البشري لعلاج مرض السرطان. هو بالفعل تم علاج مرض السرطان عن طريق حاجة اسمها المثبطات الجينية، ودي نجحت. وفي على فكرة مركبات منها وكلها نتيجة الأبحاث المستمرة. يعني هو أنا زي ما قلت لحضرتك، الدرافت اترسم، الخريطة اترسمت وتم تسليمها، حتى كان بلير وكلينتون تقريبا كانوا بيفتتحوا هذا الأمر، ومعاهم جورج بوش الابن، فبيوضحوا للعالم احنا خلاص اهو وصلنا للاعجاز ورسمنا لكم الخريطه. عارف زي ما تكون بترسم خريطه الارض، زي ما الادريسي رسم الخريطه للارض واداها الملك ايطاليا هديه له، فهو رسم الخريطه الجينيه. فالخريطه الجينيه دي وضحت لنا كل ما يعن لنا، لاننا ماشيين على هدى ومش على ضرر، يعني مش عارفين الهدف فينا. دلوقتي هيبقى عندك القدره انك تعمل الدواء الذي يعن لك. بس المشكله برضو نرجع ونقول ان احنا محتاجين مزيد من الابحاث، لان طبعا وما اوتيتم من العلم الا قليلا، فلازم نزيد من جرعات الابحاث. لكن المشاركين بقى مين؟ احنا متفرجين عليهم. يعني دي مشكله، نحن لا نشارك احنا في دايما المشروع. مستقبلين للتكنولوجيا من عندهم. ده غلط، لان لازم تشارك. يعني في مشروع الجينوم البشري سنه 85 بدايته طلبوا من مصر المشاركه، وطلبوا من اسرائيل والهند والصين واليابان حوالي 81 دوله، ومنهم البرازيل. البرازيل دي كانت مصر في سنة 85 تبعت لها خبراء يعلموها صناعة الدواء. تعال اتفرج النهارده بقى على البرازيل عاملة ازاي. نتيجة ايه حضرتك؟ نتيجة ان هم شاركوا في هذا المشروع. العلماء اللي عندنا يعني قال لك لا ما ينفعش نشترك. ليه ما نشتركش في هذا المشروع؟ لا الأحسن ان احنا نعمل الرز ونزرعه في مياه مالحة عشان نوفر الميه. لا طبعا هنا الفكر طبعا غير بالظبط. متطور. لازم يكون عندنا الباحثين والعلماء، وانا عندنا باحثين وعلماء اكفاء، بس جزر منعزله. محتاجين اللي هم فعلا يشاركوا على المستوى العالمي وكمان يفهموا. محتاج لصيدلي بشكل معين وطبيب مجهز بشكل معين للتعامل مع الجينوم البشري في حاله اعطاء دواء خاص بالجين. طبعا، لان هنا لازم دي بقى نقطه ضعف في جميع المقررات العلميه اللي بتدرس في كليات الطب والصيدله، لان لازم تضيف ليهم الفارماكوجينومكس كماده اساسيه، الصيدليه الجينيه، الا طبعا من رحم رب. يعني لان لازم الصيدلي يبقى فاهم وهو بيعد هذا. بس على فكره مش هيبقى فيه بعد كده صيدلي وهيبقى طبيب، لا ده هتبقى مجرد كلها ارقام بتخش على جهاز كمبيوتر، والدواء بيصنع اوتوماتيك. زي حاجه عندنا موجوده اسمها دي ان اي سينسايزر، ان انا بس عايز اصنع شريحه من الدي ان ايه، فبقول لمعمل ببعت لهم التتابع، بقول لهم المعمل اتفضلوا صنعوها لي. بعد كده المريض هناخد منه نقطه دم واحده، هيبقى يشوف النتائج بتاعت الدكتور ويكتب له روشته تتابع جيني اي جي سي اي جي سي، مش هيبقى مثلا ادويه موجوده. وده طبعا هيخلي في طفره كبيره في عالم تصنيع الدواء. بس برضه في كارثه. يعني مش الصيدلي هيبتدي يحط الدواء خلاص بناء على المقاييس العلم المعينه وبناء الحديث على الجينات، خلاص هو هيكون كله بدأ من في خلال وظائف تدمج الحاسب الآلي ومعمل بقى خاص بالحاسب الآلي. بالظبط. لكن في كارثه هتحصل، دي اللي انا خايف منها جدا، ان الدواء يبقى عنصري.
بمعنى ايه؟ بمعنى في دواء في امريكا اتعمل لمجموعه السود الزنوج اللي هم بيبقى عندهم ضغط الدم عالي عندهم شويه نتيجه الطبيعه الجسمانيه والميتابوليزم في جسمهم. الدواء ده اسمه تقريبا نقول بيتال. المادة الفعالة اللي فيه. اسمه بيتال 1. الماده ديت حضرتك بتدي نتائج مذهله في علاج الرجل او الاسود بنسبه 88%. في الرجل الاسيوي بتدي بنسبه 50-40%. بالنسبه للرجل القوقازي اللي هو الابيض بنسبته لا تتعدى 5% في النجاح. فبالتالي اصبح هنا دواء مخصص لعرقيه بتاخده بس. طيب دلوقتي لو انا بس هقول لحضرتك على حاجة في بداية آه. الحلقة، نبهتني لجزء مهم جدا. مع الأبحاث الموجودة في مصر الجينات الوراثية مختلفة عنها في تونس، مختلفة عنها في السعودية. بمعنى الكلام كده اللي البيئة والمناخ والجينات الوراثية الخاصة بمنطقة معينة دي هتسهل عليا ان انا اعمل علاج خاص بالمنطقة دي. لو انت اللي هتعمله، هنا دي النقطه بقى المهمه. حضرتك خايف بقى من ان الضغط. بره يجي يقول لك لا ده انا بعمل ادويه مثلا للكوكازيان اللي موجودين مثلا في ويلز، والدواء ده بتاعكم اللي كنا بنصنعه لا هنوقفه مش عايزين، هنعمل كده. ودي نقطه خطيره جدا سيادتك، وارجو التنبه ليها، ان لازم مصر تصرف اموال طائله في مجال الابحاث ديت، لان برضو استكمال لحديثنا اللي فات او الماضي، ان احنا بنتكلم على ازاي الدول دي شاركت في مشروع الجينوم البشري. اسرائيل بتصدر سنويا بما يعادل 12 مليار دولار مستكشفات او مواد كاشفه او تشخيصيه جينيه. الهند رقم 1 في العالم في صناعات البايوتكنولوجي والوراثه والمنتجات الوراثيه والعلاجيه، بتبيع ب 22 ل 25 مليار دولار. نتمنى ان شاء الله مصر مصر بباحثينها للاسف ما واطبائها بتصدرش. وكل ما فيها من علماء يشاركوا بمشاركات بقى فعالة على مستوى العالم، ويكون عندنا بقى ليه علاج بقى؟ بالجينوم واحنا لازم البشري. نقول ليه؟ لان هم شاركوا في مشروع الجينوم البشري، فاكتسبوا الخبرات ونقلوا وعملوا تيم يعرف يشتغل. هي دي المشكله اللي احنا محتاجينها، ان احنا يكون عندنا التمويل والعلماء وكمان روح الفريق. نورتنا يا دكتور، الله يخليك. شرفتنا ونورتنا. نورنا دكتور حاتم محمد صالح، باحث في الوراثة البشرية بالهيئة المصرية للمصل واللقاح. شكرا جزيلا على وجودك معانا. وهنلاقي كده في علاقة ربط وعلاقة توازي ما بين 3 حاجات: النانو تكنولوجي والعلاج بالدواء الجيني وكمان الأبحاث الخاصة بعلوم الحاسب الآلي. ال3 ماشيين على خط واحد وعلى خطوط متوازية وفي علاقات مترابطة ما بينهم. هنتفاجئ في وقت من الأوقات اللي احنا هيكون فعلا عندنا خريطة خاصة بالجسم البشري، والعلاج هيكون مصمم لكل واحد فينا على حسب الحالة بتاعته، على حسب البكتيريا أو الفيروس أو أيا كان المرض اللي هيكون فيه بيأثر عليه إزاي. بشكركم مشاهدينا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. فقط وحصريا على مصر التعليمية مدرسة على الهواء للشهادات العامة، تشاهدونه في الأوقات التالية: مدرسة على الهواء